في الفيديو ده هقول لك ازاي تعمل كلر جريدنج زي محترفين باستخدام برنامج اللايت روم. هنشرح كل حاجه عن الكلر جريدنج، ولو انت اول مره تعمل كلر جريدنج ممكن تلاقي الموضوع معقد شويه، ولكن مع الشرح وشويه تيبس وتريكس هقول لك ازاي تحترف الكلر جريدنج على برنامج اللايت روم. لما تفتح برنامج اللايت روم هتلاقي في حاجه اسمها كلر جريدنج، وهتلاقي فيها 3 ويلز: شادوز، ميد تون، وهايلايت. انا دلوقتي هحاول بكل بساطه اشرح لك يعني ايه كلر جريدنج وازاي بتطبق على الصور. لو اعتبرنا ان الجريدينت ده اللي هو بيبدا من البلاكس لغايه الوايت هو عباره عن الاضاءه في الصوره بتاعتنا، واحنا عندنا 3 ويلز زي ما قلت لكم في الكلر جريدنج، ومسكنا اول حاجه الشادو وبدانا نحط عليها لون، زي مثلا احنا نحط لون ازرق. لو بصينا على الصوره بتاعتنا هنلاقي ان اللي اتاثر عندنا هو الشادوز، واللون ما وصلش لغايه البلاكس، وده هقول لك ليه دلوقتي. وطبعا زي ما احنا عارفين ان كل الالوان في الدنيا بتعتمد على 3 حاجات اساسيه، هو الهيو والساتوريشن واللومينانس. الهيو معناه درجه اللون، اذا كان اللون ده اصفر احمر اخضر. الساتوريشن معناه تشبع اللون، اذا كان ده احمر متشبع اصفر متشبع. وفي الاخر اللومينانس او درجه البرايت بتاع اللون، مثلا اللون الاحمر ده فاتح او اللون الاخضر ده فاتح او غامق. وعشان نوصل للحاجات دي في قائمه الكلر جريدنج هروح بكل بساطه، انا شغال اهو على الشادوز، هروح عند الويل الاولانيه ادوس عليها، هيظهر لي الحاجات الاساسيه بتاعتي في الالوان: الهيو، ساتوريشن، لومينانس. معناه ايه؟ ان انا لو عايز احط لون في الشادوز هروح عند الهيو وابدا احرك البار ده عشان احط اللون اللي انا عايزه ولو يكن اخضر. ساتوريشن درجه تشبع اللون زي ما انتم شايفين، واللومينانس درجه برايت اللون. وزي ما قلت لك اللون ما وصلش لغايه البلاك، وعشان اوصل اللون من الشادو لغايه البلاك عند اللومينانس هبدا افتح شويه الدرجه اهو. زي ما انتم شايفين اللون بقى اخضر من اول البلاكس لغايه الشادوز. طيب بعد الشادو ايه؟ عندنا الهايلايت، وهي المنطقه الفاتحه اللي على اليمين اللي في الصوره دي. نفس اللي انا عملته في الشادوز هعمله في الهايلايت، ان انا هروح مثلا احط لون احمر، اخترت اللون ده وازود في الساتوريشن، بقى عندي اللون هنا، وعلشان ازوده لغايه الابيض او الوايت هبدا اقلل في اللومينانس بتاعتي. فكده بالنسبه لي انا حطيت لون في الهايلايت اللي هو الاحمر، وحطيت لون في الشادوز اللي هو الاخضر. تالت حاجه عندنا الميد تون، برضو نفس الموضوع، خليه مثلا لون ازرق، هزود فيه الساتوريشن بتاعي فظهر لي المنطقه اللي في النص اهي لونها ازرق. فبالتالي اي صوره في الدنيا انا اقدر اظبط فيها الالوان، ان انا احط لون في الشادوز او البلاك، اللون في الهايلايت او الوايت، وكمان اعادل الالوان دي باستخدام الميد تون. في حاجه رابعه هم كمان حطها لك، فكره ان انا اعمل لون جلوبال. جلوبال معناه ان انا احط لون على الصوره كلها، وده ساعات بنستخدمه وساعات لا، وساعات بنستخدمه كمان لوحده، هقول لكم في البروجكتس اللي احنا هنعملها مع بعض. ودي اخر قائمه اسمها جلوبال، اقدر برضو احط فيها لون اهو، مثلا احط اللون ده وابدا ازوده، فهو اللون الازرق اتحط على الصوره كامله. هدوس كليك يمين ريست للجلوبال، انا مش عايز استخدم جلوبال دلوقتي، وهنزل تحت هلاقي فيه 2 بارز، حاجه اسمها بليندنج وحاجه اسمها بالانس. البليندنج عباره عن السموزنس بتاعه الالوان في بعض، لو انا عايز الالوان تبقى سموز قوي متداخله مع بعض او مش عايز، فانا بزود البليندنج او بقلل البليندنج حسب استخدامي في الصوره. تاني حاجه البالانس، وهو معناه ان انا عايز اي لون طاغي على الصوره اكتر. هل اللون اللي انا حاطه على الهايلايت عايزه يبقى اللون الطاغي على الصوره، ولا اللون اللي انا حاطه في الشادوز هو اللون الطاغي اللي في الصوره؟ فمثلا لو عملنا البليندنج ده كده ورحنا عند البالانس ناحيه اليمين هنلاقي ان اللون الطاغي اكتر هو الهايلايت، ولو رحنا ناحيه الشمال هنلاقي ان اللون الطاغي هو الجرين اللي هو محطوط في الشادوز. ده كان توضيح سريعا للناس اللي مش فاهمه يعني ايه كلر جريدنج، او الكلر جريدنج ده بنعمله ازاي، او فكرته ايه في الصوره بتاعتنا. من الاخر انت بعد ما تخلص الايديت في الصور بتاعتك وحابب تعمل تون معين تبقى انت مميز فيه، بتروح عند الكلر جريدنج وتبدا تحط الالوان اللي انت شايفها مناسبه للصوره. وخلينا برضو عارفين ان كل شخص في الدنيا هيكون ليه نظره مختلفه عن الشخص التاني، يعني انا ممكن اخد صوره اعملها كلر جريدنج بشكل، وانت ممكن تاخد الصوره تعمل كلر جريدنج بشكل تاني خالص، والاثنين يبقوا حلوين. طيب الكلام ده حلو قوي، خلينا بقى نبدا نطبق على صور عمليه. زي ما قلت لكم فكره الكلر جريدنج بتتعمل بعد ما بخلص الصوره ايديت. فانا الصوره زي دي مثلا انا خلصتها ايديت تماما، ولكن انا عايز اميز نفسي بتون معين، او انا فعلا مميز عندي بالوان معينه وحابب احطها على الصوره بتاعتي. فمثلا انا في الصوره دي حابب احط جلوبال كلر جريد، يعني احط لون على الصوره كامله، ونجرب مع بعض برضو. فانا اروح عند كلمه جلوبال هنا، ومفروض ان انا اختار اللون. انا بالنسبه لي بصور في صحراء وعندي الشمس قدامي هايلايتد جدا، فمحتاج ان الموضوع ده يبقى وورم اكتر من اللي هو موجود، فانا ممكن ان انا احط في الجلوبال لون وورم. اروح عند الهيو واحط مثلا لون اصفر، او زي ما انتم شايفين لون اصفر، او ممكن احرك الويل من هنا، وعند الساتوريشن ابدا ازود لغايه لما الاقي النسبه اللي انا محتاجها مناسبه. انا شايف ان النسبه كده كويسه. وعندي اللومينانس لو عايز اعملها برايت اكتر او عايز اضلمها اكتر، فلو عملنا كده الدنيا هتنور اكتر، لو عملنا كده الدنيا هتضلم اكتر. انا شايف ان انا محتاج اضلم الدنيا شويه وازود في الساتوريشن
وادوس بيفور وافتر، بيفور وافتر، بيفور وافتر. الصوره كده انا شايفها واقعيه اكتر، لان انا بصور في الصحراء. الصوره قبل كده كانت كولد شويه، لا محتاج ان هي تبقى ورم اكتر، فانا زودت لون واحد جلوبال على الصوره كلها. طب نقدر نغير النظام او نقدر نعمل كلر جريدنج تاني؟ نقدر نعمل كلر جريدنج تاني، ان انا ادوس كليك يمين واقول له ريسيت جلوبال او ريسيت اول رينج رينجز. لو دوست كده هو بيعمل لي ريسيت لكل حاجه انا عملتها في الكلر جريدنج. في تيبس بسيطه كده احنا بنعملها، لو حد فاكر زمان ايام اللايت روم القديم كان في حاجه بدل الكلر جريدنج اسمها سبليت تونينج. السبليت تونينج عباره ان انا بحط لون ونقيضه في الصوره بتاعتي، فهو هنا عاملينها بشكل اسهل واسرع. فكره ان انت تروح عند الهايلايت واحط لون والشادوز احط لون. طب السبليت تونينج ده منين؟ من المربع ده، لو دوست عليه قال لك في حاجه اسمها كليك فور كلر بريسيتس. انت عامل بريسيت للكلر معين وحافظه في المربع ده، هتدوس عليه هتلاقي فيه الوان معينه محطوطه. فرضا انا عندي في الهايلايت، بما ان الصوره زي ما قلت لكم في الصحراء والكلام ده كله، واللون الطاغي او الاضاءه الطاغيه في الصوره بتاعتي هي الهايلايت، فانا هزود حاجه في الهايلايت زي اللون ده كده او اللون الاصفر ده. انا شايف اللون الاصفر حلو، هو خليها لي كده في الهيو 52 وساتوريشن 64 واللومينس ما عملش حاجه. انا شايف ان الدنيا لطيفه. ممكن ابدا اظبط او ادرج الصوره اكتر في الشادوز، ان انا احط لون نقيضه زي مثلا اللون الازرق. فلو دوست هنا ورحت عند اللون الازرق فعمل لي الشكل ده. ممكن ما يكونش حلو، ممكن يكون حلو حسب كل واحد ومزاجه، ولكن احنا عندنا حاجه لسه ما ظبطناهاش وهي اللومينس والبالانس والبليندنج. طيب انا هخلي ازرق زي ما انا، وهخلي روح عند اللوميننس وعايز اغمق الدنيا، ان انا اخلي الدنيا غامقه شويه في الشادوز. فاروح عند اللوميننس واقلل، الدنيا غمقت اكتر. لو رحنا عند البليندنج زي اللي قلت لكم هو السموزنس بتاعه الحاجه، انا اخليها زي ما هي 50. والبالانس معناه ان انا ازود اللون الطاغي يبقى في الشادوز، او اللون الطاغي يبقى عندي في الهايلايت. وفي الصوره هنا هخلي اللون الطاغي عندي في الهايلايت عشان اخلي الدنيا عندي منوره اصفر اكتر. وده بيفور وافتر، بيفور وافتر. عندنا كذا حاجه وكذا فكره، كل واحد وحسب ادائه ومزاجه. تعال نروح لصوره تانية. عندي برضو صوره زي دي، صوره بورتريه متصوره برضو في الصحراء، يعني بنتكلم في الوضع الورم او الاصفرات. الصوره دي خلصانه اديتنج زي ما قلت لكم. الكلر جريدنج بتعمل بعد ما بنخلص اديت، مش قبل ما نخلص اديت. هروح مثلا عند الهايلايت. انا دايما بحب ابدا بالهايلايت واقول له ان انا عايز اي لون مثلا عندي، ولو يكن في الاخضرات، اخضر مثلا. هزود شويه ساتوريشن وابدا اظبط في اللوميننس، ان انا اعلي او ان انا اوطي شويه. انا محتاج اعلي شويه اللوميننس عشان يبقى عالي. هروح عند الشادوز وهغير لون تاني. هروح عند خليه مثلا في ازرقات، ازود ساتوريشن. مش عاجبني الازرق، ابدا اغير احمر مثلا او اورنج. انا شايف ان الاصفر كده كويس. اللوميننس بتاعي ان انا اغمق او افتح، محتاج ان انا اغمق شويه. بعد كده البليندنج ازود شويه السموثنس، والبالانس اشوف انا عايز اروح ناحيه ايه. انا محابب التون الاخضر ده شويه. بعد كده الصوره عندي مخضره شويه والسكين تون مش حلو، فانا هعدل الموضوع ده ان انا اروح عند الميد تون وابدا اظبط شويه في الصوره بحيث تبقى صفرا شويه عشان السكين ما يبقاش بايظ. ده بيفور، ده افتر، ده بيفور، ده افتر. ممكن الناس تشوف بيفور احسن، ممكن الناس تشوف افتر احسن، كل واحد وحسب مزاجه. مهم ان انت في الاخر عرفت تطلع تون جديد للصوره بتاعتك. نروح لصوره ثالثه. صوره زي دي انا عندي بقى كذا فكره ليها. اول حاجه انا ممكن احط جلوبال كلر جريدنج تون يعني او لون فيها، بما ان هي متصوره بالليل، فانا عايز اخلي الجو ليلي اكتر من الصوره دي. فانا هروح اخلي الجلوبال عندي ازرق هغمقه شويه وزود هنا الساتوريشن. ده بيفور وده افتر، ده بيفور وده افتر. انا اديتك احساس اكتر ان الصوره متصوره بالليل، ان انا وديت الموضوع للشكل الكولد اكتر. طيب ايه تاني ممكن اعمله؟ هرجع ريسيت وهعمل السبليت تونينج. اروح هنا عند الشادوز مثلا واقول له سبليت تون. هقول له الشادوز عندي اللي هي المنطقه الغامقه انا محتاج تبقى اكتر زرقاء. عملنا كده تبقى ازرق.
وتعالى عند الهايلايت واقول له فتح لي الالوان للون ده او اللون الاصفر ده مثلا. هايلايت محتاج يعلى سيكة، والشادوز محتاج يقلل شوية. في حاجة تانية برضو، انت لو فرضا في لون معين انت عايزه مش عارف توصل له، بتروح هنا وتجيب الدروبر دي دوس عليها وتحرك وتروح عند اللون اللي انت عايزه. مثلا عايز افضل بقى ادور لغايه لما انا كل ده عامل دايس على الماوس ما مش سايبه، ابدا احرك لغايه لما الاقي اللون اللي انا شايفه مناسب. بصوا احنا كده خلينا الصوره مختلفه تماما، مثلا كده مثلا كده مثلا كده. انا شايف ان اللون ده كده كويس. شفتوا بيفور وافتر، بيفور وافتر، بيفور وافتر. طيب اخر صوره معانا وهي صوره بورتريت. خلينا بقى نراجع كل اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقه دي في الصوره دي. يعني هنعمل كذا طريقه للكالر جريدنج. اول حاجه اتكلمنا عليها وهي الجلوبال. انا محتاج ان انا احط لون كامل على الصوره بتاعتي، بما ان الصوره عندي متصوره في صحراء، الصوره دي كانت في الواحات، فانا محتاج ان انا ما اخليهاش كولد يعني مش هتصدق قوي، فانا هخليها وورم اكتر. فهروح احط لون اصفر وازود في الساتوريشن. ممكن بقى ازود في اللوميننس او اقلل في اللوميننس حسب ما انا محتاج. ودي اول حاجه. تاني حاجه هستخدمها طريقه السبليت تونينج، ان انا ادوس هنا عند الهايلايت واقول له انا عايز لون في الهايلايت، هدوس هنا وابدا ادور على اللون اللي انا محتاجه في الهايلايت. ممكن احط في الهايلايت مثلا لون زي ده، واروح عند الشادوز هقول له انا عايز لون زي مثلا ده. هبدأ اظبط في اللوميننس، اغمق شوية، وفي الهايلايت برضو هطفي شوية، وبالانس هروح محتاج ان انا اروح ناحية الازرق، والبلندنج خليه كده بيفور وافتر، بيفور وافتر. تالت حاجه هستخدم بقى الموضوع مانوال في الشادوز والهايلايت والميد تون. خلينا مثلا في الشادوز نحط لون زي الازرق برضو اهو، ازوده شويه، وفي الهايلايت احط لون زي الاخضر اهو، وفي الميد تون احط شويه احمر مثلا. تعالوا نبدأ نظبط في اللوميننس. الشادوز انا محتاج اغمق، والهايلايت محتاج اغمق برضو، وفي الميد تون محتاج ان انا افتح شوية. في البلندنج هزود اكتر كده، وفي البالانس انا عايز اروح ناحية الشادوز بيفور وافتر، بيفور وافتر. بس كده، ده كان كل حاجه موجوده في قائمه الكالر جريدنج. اتمنى تكون استفدت. الموضوع ده محتاج ان انت تتعلم كتير جدا، محتاج ان انت تبقى عارف تناسق الالوان. ممكن تخشوا على الموقع بتاع ادوبي كالر، هتلاقي فيه الوان كتير قوي وازاي تنسق ما بين الالوان بتاعتك. ما تنساش برضو ان انا عامل كورسات اللايت روم والفوتوشوب على موقع يودمي باسعار كويسه جدا. هسيب لك اللينكات في الديسكربشن، ولو انت مهتم باللايت روم بريسيتس ممكن اسيب لك برضو لينك الباكس بتاعتي في الديسكربشن. ممكن تخش كده تبص بصه وتشوف لو حاجه مناسبك تقدر تاخدها. بس كده، اتمنى تكون استفدت. لو عجبك الحلقه ما تنساش لايك الجامد واعمل سبسكرايب لو انت مش عامل، وسيب لي رايك في الكومنتات، واشوفك الحلقه الجايه. سلام.